مساء الفل عليكم. دقت طبول الخطر وبقى بيفصلنا عن فاينل الكونفدرالية ساعات قليلة، وأصبحت جماهير الزمالك على قدم وساق في انتظار مباراة الذهاب في المغرب اللي من خلالها ربما تتحدد ملامح بطل الكونفدرالية السنة دي، والكل بيمني النفس بتحقيق الزمالك لنتيجة إيجابية تريحنا في مباراة العودة وتطمنا على البطولة الغالية. عودنا جوميز في المباريات الكبيرة إنه بيلعب لعبه العادي، ويمكن شخصية الزمالك بتكون أكتر من العادي في الماتشات الكبيرة، ومهما كان اسم خصمه ومهما كانت ظروف المباراة ما بيغيرش من أهدافه، برضه بيعشم في الاستحواذ والخروج بالكرة من رجل لرجل وتحت ضغط لاعبي خصمه. ده اللي بيعمله جوزيه جوميز واللي من المستحيل يقدر ينفذه في المغرب، واعتقد ان دي اول مباراة لجوزيه جوميز من يوم ما تولى المسؤولية يكون ظروفها بالشكل ده، ويكون طموحه فيها انه يخرج بنتيجة ايجابية وما يكونش هدفه الوحيد هو الفوز. دي توقعاتي وتوقعاتك، لكن ايه بيدور في دماغ جوميز؟ ربنا يستر. احنا اخر مره اشتغلنا بالفكر بتاع جوميز وفتحنا الملعب خارج الديار النتيجه ما كانتش مرضيه بالمره، وخلينا برضو نتفق ان وقتها كان خصمنا صن داونز اللي هو اقوى وافضل كتير من فريق بركان. لكن ايا كان اسم خصمك، عامل الارض والجمهور اكيد بيكون دافع قوي لاي فريق، سواء كان الفريق ده قوي جدا او على قده. وبالمناسبة فريق بركان فريق قوي وهجوميا قوي جدا وخطير، وخطورة لعيبته بتتلخص في بعض التريكات اللي هشرحها لك بعد شوية. بتمنى ان في اللقاء ده جوميز يتحفظ بعض الشيء وما يشتغلش بطريقته المعتادة، لان المباراة دي تحديدا ليها ظروف خاصة ومحتاجاك تأمن دفاعيا وتلدغ عن طريق المرتدات والطويلة خلف المدافعين لزيزو والجزيري. محتاجة كمان اللاعب اللي رتمه سريع في نص الملعب، مش محتاجة خالص للاعب اللي بيكون بيزودها أو بيقف كتير عليها، ومحتاجة كمان للاعب البارد المهاري الرخم اللي ياخد الريسك ما تتقطعش منه، أو ياخد الريسك بمخالفة لصالح فريقه. محتاجة المجهود بدني كبير جدا من الاتنين باكات فتوح وعمر جابر في الخروج وفي الارتداد والتغطية العكسية، ومحتاجة الخديوي يكون في أفضل حالاته، ولسرعات زيزو ومهاراته في موقف واحد ضد واحد اللي بتوقع إنه يتكرر وكتير جدا. محتاجة كمان للاعب في نص الملعب يكون بيكمل في الهجمة أو لوينج بيدخل ال18 كتير، وده لأن الجزيري من رأيي هنلاقيه كتير جدا بيتطرف في اللقاء ده، وهيكون محتاج للاعب يدخل مكانه في ال18. إذا إن شاء الله استغلينا أنصاف الفرص هنقدر نلدغ، إذا اهتمينا بالمرتدات وركزنا في إنهاء الهجمات هنخلص إن شاء الله وهنرجع بنتيجة إيجابية تريحنا. فريق بركان في العادي بيلعب 4-3-3. دفاعيا أخطاء لعبته أحيانا بتكون كارثية تتشاف، وأحيانا بتكون كارثية وما تتشافش، وهقولك ازاي دلوقتي. بركان من الفرق اللي بتضغط عالي وبشكل منظم زي ما انت شايف كده، 5 لاعبين في نص ملعب خصمهم ومفيش اي اوبشن لحامل الكوره غير انه يلعب الطويله، ودي بالمناسبه برضه هي سياسه جوميز. لكن في حاجه هنا عند بركان بتخلي الضغط العالي للاعيبته كانه لم يكن. اي فريق بيضغط عالي عاده بيجبر خصمه يلعب الطويله وما يحضرش، لكن لما الطويلة تتلعب خصمه بيضرب بيها 5-6 لعيبة وبيبعتها للمهاجم بتاعه اللي لوحده تماما، والمهاجم ده يتفوق ويلمس ويعمل محطة كويسة. هنا بتبقى كارثة زي ما انت شايف كده لو المدافع مخرجش واحدة. وهنا المدافع يا بيورط زميله بالشكل اللي انت شايفه ده، يا اما بيورطه برضه وبيخليه يبيع نفسه ويتسبب في فرصة خطيرة على مرمى فريقه. تاني فريق بركان بيضغط من فوق زي ما انت شايف كده ومقفل بشكل كويس جدا وخانق لاعبي خصمه. لاعب خط الظهر هنا مجبر يلعب الطويلة للمهاجم، بيضرب بيها المرة دي 7 لعيبة من بركان، والموقف زي ما انت شايف كده بيبقى 3-2. ودفاع بركان في اللقطة دي مش متقدم، لازق في نص ملعبه زي ما مفروض يحصل، وده اللي خلى المساحة دي تظهر وتعمل مشكلة لمدافعي بركان. الكروس هنا هيتعمل ما بين الوينج والمهاجم، هتحسوا كأنه حصل ايرور في خط ظهر بركان ومحدش بقى فاهم مين ماسك مين. مفيش لاعب من بركان فكر يطلع واحدة وسابوا الراجل يستلم، لا الباك ضغط ولا السيرد باك فكر يقفل على المهاجم. الراجل هنا بيريح بصدره لزميله المهاجم بكل سهولة وبدون أي مشكلة، وخط الظهر بيتفرج ولاعبي نص الملعب متأخرين جدا. الراجل بيستلم وبيحط وش رجله وبيوجه وبيسجل بمنتهى السهولة. تاني هنا الكرة بتتلعب لمهاجم المغرب التطواني، بيهرب وبيستلم بمهارة وبيسلم الوينج اللي فاتح على شماله وبيدخل ال18، بتتلعب له عرضية وبتبقى فرصة هدف. أعتقد في وجود لاعب زي المسلوسي بيعرف يرسل الكرات الطويلة بشكل جيد جدا، وفي وجود لاعب رخم زي الجزيري سريع وبيعرف يكون محطة كويسة لزمايله وبيتحرك على الأطراف وبيهلك الراجل بتاعه، أعتقد ممكن قوي نستثمر ده في هجماتنا، خصوصا إن خط ظهر بركان بعافية حبتين. السيرد باك هنا لا بيسبق المهاجم ولا في الكرات العالية المشتركة بيطلع يركب ويردها للاعبي نص ملعبه، ودي حاجة كويسة جدا إذا عرفنا نستغلها صح. في بقى بعض الأخطاء الكارثية لخط ظهر بركان، ركز معايا جدا في اللي جاي.
ضربة مرمى هنا بتتلعب طويلة بتعدي من المهاجم وبتنزل سهلة جدا للاعبي خط ظهر بركان. نقف هنا بقى، هل لو لاعب بركان هنا استلم ورجع للحارس بتاعه هيكون في مشكلة؟ طبعا لا. لكن شوف بقى الأخطاء الكارثية والثقة اللي أحيانا ممكن تودي صاحبها في داهية. الراجل حب يلعبها بمهارة وبذكاء من فوق المهاجم اللي ضاغط في ظهره، بتتقطع في الطريق وبتبقى انفراد، وبتكلف فريق نهضة بركان ضربة جزاء زي ما انت شايف كده. تاني هنا الضغط على حامل الكورة، الراجل بيغلط وبيرجعها لخصمه مش لزميله، وبتبقى فرصة هدف على مرمى فريقه. تاني هنا الضغط على خط ظهر بركان، الراجل هنا بيرجع لحارس مرماه بيطول فيها وبيستلم غلط، والمهاجم هنا بيشترك معاه وبيغلطه وبيسجل هدف من كورة ميتة ملهاش أي 30 لازمة. تاني هنا الكرة العرضية من ضربة ثابتة لمسة، والتانية الكرة بتعلى، الحارس هنا هو وزميله دخلوا على بعض ومفيش أي تفاهم. عايزة أقولك كمان إن في مباراة العودة مع أبو سليم الليبي ضد نهضة بركان من لعبتين كوبي بيست من تماس طويلة، أبو سليم بيسجل هدفين خارج أرضه ضد نهضة بركان. الكرة هنا بتتلعب تماس طويلة، الراجل بيزحلق بدماغه وبتنزل لزميله اللي وسط 3-4 لعيبة وبيلعبها عادي وبيسجل، وخط ظهر بركان الكل عينه على الكورة. تاني التماس بتتعمل طويلة، نفس الراجل بيزحلق بدماغه وبتنزل لزميله اللي بيعدل اللي جاي بيسدد دربكة بتتصلح بوم جول. ده كان فريق نهضة بركان دفاعيا، واللي من رأيي انه فريق متواضع في الحتة الدفاعية، ولاعبي الزمالك وتحديدا الجزيري وزيزو عندهم القدرة يصطادوهم من خلال الهفوات دي بشكل ممتاز جدا، اذا كان الجزيري في حالته وزيزو في كامل تركيزه. بركان هجوميا من الفرق اللي دايما بتعمل كثافة عددية جوه ال18 بتاع خصمها، هتلاقي دايما الوينجات بتكمل كمهاجمين، فريق بيلعب على الأطراف بشكل مميز جدا عن طريق الاتنين باكات، ومفيش عرضية على مرمى خصمه إلا وتلاقي 3-4 لعيبة على الأقل داخل ال18 في انتظار العرضية. ده بالإضافة إلى أن العرضيات على البعيدة بتكون في منتهى الخطورة ومحتاجة لتركيز كبير من عمر جابر وفتوح في التغطية العكسية. في العرضية مش الضربة الثابتة بتلاقي كل مدينة بركان جوه ال18 زي ما انت شايف كده. الكرات اللي بتتلعب على البعيدة بتكون خطيرة جدا زي ما انت شايف كده، ومش بس الباك اللي المفروض يكون متواجد دفاعيا ويعمل التغطية العكسية، زيزو كمان مفروض يكون له دور قوي مع عمر، لأن الباكات بتاعتهم بتكمل في الهجمة وبيكون لها دور إيجابي على المرمى. تاني هنا الكرة بتتلعب على البعيدة، التغطية العكسية مش موجودة، وضايو هنا المدافع طالع في الهجمة وبيسجل. وبالمناسبة الراجل ده مميز جدا في ضربات الراس، ولازم ناخد بالنا منه في الركنيات والضربات الثابتة على مرمانا. تاني هنا من ضربة ثابتة ضايو هنا بيطلع الدور الرابع وبيسجل. الحقيقة ان فريق بركان معظم لاعيبته مميزين في ضربات الراس وفي العرضيات زي ما بتشوف دلوقتي. الوينج ليفت بتاعهم كمان يوسف الفحلي من اللاعبين اللي بتسرق وبتيجي من وراك وبتخطف زي ما هتشوف دلوقتي، واللاعب ده بالمناسبة خطير جدا وهيلعب على عمر جابر. الراجل زي ما انت شايف كده واخد البعيدة، ووقت لعب الكورة بياخد خطوتين يغطي نفسه وخطوتين تاني وبيسبق قبل المدافع وبيلمس بدماغه وبيسجل. تاني هنا الكورة بتتلعب عرضية بتنزل ما بين الحارس والباك. شوف مين بقى اللي جاي ده ومكمل وسارق الكل وبقى هو والشبكة. ايوه هو يوسف الفحلي. تاني وتالت هتلاقيه دايما بيسرق وكأنه جاي متخفي وبيظهر فجأة وبيسجل. الفحلي كمان احيانا بيتبادل المراكز مع المهاجم زي ما هتشوف دلوقتي كده. وطارة كمان من المهاجمين الخطر جدا واللي بتسبق المدافع في اوقات كتير جدا وبتخطف من قدامه. ناخد بالنا منه يا حمزة انت وحسام، ولو اني اتمنى ان حمزة هو اللي ياخده مش حسام. حمزة اسرع والاكشن بتاعه بيكون اسرع. لاعبي بركان مميزين جدا في الحصول على ضربات الجزاء بالمناسبة، وبيبروزوا اللعبة بشكل هايل. لازم المسلوسي وعمر وحسام وفتوح ياخدوا بالهم من القصة دي ويتجنبوا الاشتراكات داخل ال18. ومؤكد بما ان في سقوط جوه ال18 يبقى ممكن قوي يكون في تدخلات للفار وبعض المجاملات للحاج فوزي لوجع. عايزه اقول كمان لجوميز واللاعبي الزمالك ان فريق نهضة بركان بيرش الملعب بشكل مبالغ فيه قبل المباريات، ده شيء مهم لابد اننا ناخد بالنا منه عشان ما نتفاجئش بيه ويسبب لنا مشكله. اتمنى يكون جوميز اخد باله من الجزئيه دي ويرش ملعب التدريبات كبروفا للقاء. بالمعطيات اللي اتكلمت عنها دي وشفتها دي، لو ما استرجلناش وركزنا كويس وحصل نوع من انواع الارتباك او الخوف، اعتقد وقتها نتيجة اللقاء في المغرب مش هتكون مرضية خالص بالنسبة لنا. اما اذا ادينا المباراة دي حجمها الطبيعي واحترمنا فريق نهضة بركان بشكل كويس، اعتقد وقتها هنقدر نحقق نتيجة ايجابية وربما كمان نفوز في لقاء الذهاب ونطمن على البطولة من المغرب.
في النهاية بتمنى النصر لأهلنا في فلسطين، وبتمنى التوفيق دائما وأبدا لنادي الزمالك فيما هو قادم، ومهما كانت الظروف وأيا كانت المتاعب خليك دايما ورا الزمالك. واوعوا تنسوا، احشد، ادعم، ساند، ردد، كونفدرالية يا زمالك.